في صوت البحر دايما هدوء، بس اللي سمع صوته من جوه فيلة نانسي وأحمد عمره ما نسى الليل ده. فيلا على البحر مباشرة، شبابيكها دايما مفتوحة، لكن ريحة الدم كانت أقوى من نسمة الهوا. اللي حصل جوه الفيلا دي خلى كل ضابط تحقيق يرفض يدخلها بعد كده لوحده، واللي دخل حلف انه شاف ضوء خفيف جاي من أوضة محدش عارف هي مكانها فين بالظبط. يلا بينا نبدأ القصة. نانسي كانت بنت جميلة غنية، متجوزة من أحمد رجل أعمال ناجح. اتنين عاشوا حياة شكلها مثالي في فيلا فخمة في اسكندرية قدام البحر، لكن الجيران كانوا دايما بيسمعوا صوت خناق وصريخ بالليل، وبعدها هدوء تام كأن الدنيا اتجمدت. في ليلة الخميس حوالي الساعة كانت 2 بعد نص الليل، الناس شمت ريحة غريبة جدا. بلغوا الشرطة، ولما المباحث وصلت لقوا الباب مقفول من جوه ومفيش أي أثر علامات اقتحام. الضابط عمر دخل لوحده وكان معاه فريقه. الأرض كان فيها آثار دم ماشية ناحية ممر ضيق، وفي آخر الممر باب خشب غريب في آخر طرقة في الدور الأرضي. باب ما كانش مرسوم عليه أي حاجة. الضابط حاول يفتحه لكنه كان مقفول. فجأة الباب اتحرك لوحده. ورا الباب كان في أوضة مظلمة ما فيهاش أي شبابيك، وفي نصها مراية كبيرة متكسرة، وعلى الحيطة رسمة قديمة جدا لوش واحدة ست بتعيط دم. وفي الدور التاني لقوا جثة نانسي على الأرض، وشها في ملامح خوف هستيري، وجنبها أحمد نايم على السرير مبتسم وعينه مفتوحة كأنه شايف حاجة بتعجبه. لكن الغريب إن نانسي ماتت قبل أحمد بساعات. مفيش أي أثر خنق أو طعن ولا حتى سبب واضح للموت. التحريات لقت موبايل نانسي وعليه تسجيل صوتي قبل موتها ب3 دقايق. أحمد، في أوضة هنا ورا الطرقة دي مكانتش موجودة قبل كده، سمعت فيها صوتي وأنا نايمة فوق. الصوت كان بيقول اسمي بنفس نبرتي. وبعدها التسجيل بيقطع بصوت صرخة حادة جدا، وبعدها صمت تام. التحقيقات قالت يمكن أحمد هو اللي قتلها وبعدين انتحر، بس مفيش أي دليل. والأوضة اللي قالت عنها نانسي لما الشرطة رجعت تفتشها تاني ما كانتش موجودة أصلا. الفيلا اتقفلت بالشمع الأحمر، لكن سكان المنطقة بيقولوا إنهم بالليل بيشوفوا نور خفيف بيطلع من فوق، وبالذات بيطلع من الدور الأرضي كأن في أوضة بتتنفس ورا الحيطة. وفي شاب حارس حاول يدخل بعدها بسنين، خرج بيضحك بشكل هستيري وبيقول الأوضة فتحت لي الباب، نانسي كانت هنا بس ما كانتش لوحدها. وبعد سنة اشترت الفيلا ست اسمها نهى، وفي أول ليلة ليها وهي بتنظف الطرقة اللي في آخر دور لمست الحيطة اللي كانت مفروض تكون عادية، وفجأة لقيت نفسها قدام خشب اسود شكله نفس وصف الأوضة اللي في القضية. فتحت الباب وهي ايديها بتترعش، لكن لقيت نفس المراية المكسرة، لكن المراية كانت بتعكس وشها وهي نايمة على السرير رغم ان هي كانت واقفة. في الصبح لقوا نهى مرمية على الأرض
وشها متجمد وعليها ملامح الخوف. فيلة البحر دي لسه واقفة لحد النهاردة، محدش قدر يقرب منها تاني بسبب الأصوات اللي بتحصل فيها بالليل.